تمام، عملنا العجوة الحياني. تضل معايا سنة بدون مواد حافظة ولا ثلاجات ولا أي حاجة على هذا الوضع. ممكن أدهنها زيت زيتون أو وأحط عليها سمسم. تمام، وزي كده هون بالنظافة دي بتضل معايا أكتر من سنة بدون مواد حافظة أو ثلاجات أو أي حاجة. وما تتخزنش في الثلاجة، تتخزن بره زي كده. تمام، عايز أعمل كيلو زي كده، عايز أعمل كيلو ونص، عايز أعمل 2 كيلو زي كده زي كده. حاجة نظيفة وحاجة بسم الله ما شاء الله. وكان معكم أخوكم علي مقبول لتوريد زراعة النخيل الحياني. بس في حاجة، طبعا أنا جنبي مني صحن بلح زغلول. طبعا انتوا شايفين عن الزغلول بسم الله ما شاء الله ده اهو. في ناس بتسألني ايه الفرق بين الرطب الحياني والزغلول. الزغلول بلحة فريش بتتاكل طازة زي كده، بتتاكل حمرا. لكن البلح الحياني طبعا معروف، يعني بيتاكل بلحة حمرا زي كده، وبيتاكل رطب، وبينعمل عجن. لكن الزغلول والسماني والبرحي وكل الاصناف الفريشات ديت بتتاكل زي كده. لكن الحياني بيتميز انه يعني بيتاكل بلح احمر وبيتاكل رطب وبينعمل عجوة. وطبعا العجوة بسبب الازمات الغذائية، ربنا يحفظ البلاد والعباد، العجوة اصبحت في الفترة اللي جاية مهمة جدا جدا جدا. العالم كله مقبل على الاستيراد. اولا النخل الحياني من مصر، زائد العجوة الحياني من مصر. تمام، زائد ان احنا هيبقى في يعني تصدير لدول افريقية بالاخص، يعني هيشيلوا العدوى الحياني. تمام، بسبب الاوضاع الايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ البلاد والعباد. العدوى الحياني يا جماعه لا محتاجه اي طاقه ولا محتاجه اي مواد حافظه، بتتخزن بدون اي مواد حافظه. بس اهم حاجه تبقى طريقه التعبئه والتغليف بطريقه صحيحه. وده اللي ان شاء الله هنشتغل عليه الفتره اللي جايه عن طريق مصانع هي اللي تسوي الشغل ده باذن الله. وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.